الاعتداء على مصري في ليبيا في محطة بنزين وتحطيم سيارته. اعتداء في الليل. فرش هذا مصري يعدي، خليك عدي تعال ابو جميل، اطلع اسمك حاشم، اطلع. هذا ابو جميل، شايف ابو جميل الساعة 3 بالليل، كهرباء مصرية تعدي يسحبها ويخبها مركبة بيسرى الشيلة. هذا مصري. هذه كهرباء مصرية. تفرج، هذه كهرباء مصرية. كسر الكسير. هذه كهرباء مصرية. فرج في وسط النهار كلها. فرج. الراجل الساعة 3 بالليل وهو ماشي عربيته هتفضي بنزين، دخل محطة البنزين عادي يحط بنزين. المحطة فيها ناس شغالة، هم اللي سابوه يخش وسمحوا له ان هو يفول عربيته، لكن الكلام ده ما عجبش واحد ليبي. زي ما انتوا شايفين كده، شتيمة بأفظع وأوسخ الألفاظ. ولا مش بس كده، لا ده كسر له العربية كمان كسر له العربية، يعني بحجة انه بيقول لك ان البنزين بيتهرب والبنزين مش عارف ايه. لو انت بتتكلم البنزين بيتهرب، روح حاسب حكومتك، حاسب الناس اللي شغالة في البنزين اللي سمحت له انه هو يفول. الراجل ما دخلش سرق البنزين وطلع يجري، ولا كان جايب فنطاس كبير عمال بيعبي فيه بنزين عشان يهربه او بيحط بنزين في عربيته. عادي جدا يعني. لكن المواقف دي بتحصل كتير قوي ضد المصريين في ليبيا، والحوادث كتيرة جدا، واحنا بعيد دلوقتي ان انا اسرد لكم منها يعني، لكن هي مليانة وكتيرة وبتتكرر يعني باستمرار كل فترة والتانية كده. من المعروف يعني ان هناك في ليبيا في مشكلة عندهم مع المصريين، رغم ان احنا الشعب الوحيد العربي اللي بيتعامل مع الناس كلها بحسن نية وطيبة وكرم اخلاق. لكن سبحان الله بيجي علينا بالعكس يعني. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مصر خيرها على العرب كلهم، مفيش عربي خلقه ربنا مصر ملهاش خير أو فضل عليه وعلى بلده من قبل كده أو من قريب أو من بعيد. لكن هتلاقي دايما مصر كانت حاضرة، كانت مساعدة في استقرار دولته، في مساعدة على استقلالها من الاحتلال، على دعم بمدرسين أو أطباء أو مهندسين أو عمال أو غيره. بيجوا هنا العرب دول والليبيين خصوصا عايشين وسطنا، وغيرهم من بقية الجنسيات بيعيشوا زيهم، بنعملهم على إنهم مصريين وبنحسن إليهم. وما بيحصلش إن المصريين بيتجوزوا على حد لمجرد إن هو جنسية تانية، وخصوصا كمان بقى لو عربي. لكن ليه بيحصل معانا احنا بالذات الكلام ده؟ الطيبة الزيادة مش حلوة، مش كويسة. الناس دي ما عملتش حساب لا للنسب ولا الدم ولا عروبة ولا اسلام ولا اي حاجة. واللي بيشجع الكلام ده حكومتهم نفسهم يتسألوا. يعني اللي هان المواطن المصري وكسر له عربيته ده ما حصلش معاه اي حاجه هناك، الحكومه ما عملتش معاه حاجه، ولا اذاعوا انه اتخذ ده ضده اي اجراء ولا اي حاجه. فده طبيعي بيشجعهم يعملوا اكتر من كده. في اعتداءات كتيره حصلت على المصريين هناك واكتر من مره شفناها، مفيش اي تحرك رسمي. احنا ليه ما بنطبقش بقى معامله المعامله بالمثل؟ لازم يبقى في معاملة بالمثل، لازم تحط حدود. زي ما تتجاوز هناك على في بلدك ضد مصريين، يبقى انت هيحصل معاك نفس الشيء هنا. احنا ما ندخلهمش اساسا، ما يدخلوش. وانت بتجيبوا المصريين اللي هناك ومش هيموتوا من الجوع، وما هناك ما بيشحتوش وما بيشتغلوا من عرق جبينهم. اما اللي بيتكلموا بيسرقوا خيرات البلد وبينهبوا خيرات البلد، اسألوا حكومتكم مش تسألونا احنا. شوفوا الحكومة بتاعتكم، هي دي اللي تحاسبوها. لو كانوا هم فاسدين حاسبوهم. لكن اللي بيحصل مش كويس، ولازم رد فعل رسمي تحطوا يعني حد للمهازل اللي بتحصل في حق المصريين. احنا رزقنا رايح، هذا ليبيا اطلع يا عز. لا الشيء ما تقربش، الشيء ما تقربش الشيء.